توقيت موسكو. هجوم الطائرة المسيرة الأولى انفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه. في الساعة 42:43 هجوم الطائرة المسيرة الثانية سقط حطامها على أراضي قصر الكرملين. المسيرتان من نوع يوجي 22 صينية الصنع. بعد الهجوم على الكرملين، موسكو تمنع طيران المسيرات في سماء العاصمة. الكرملين اتهم كييف بمحاولة اغتيال فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لم يصب بأي أذى جراء الهجوم. أوكرانيا قالت إن لا علاقة لها بالهجوم، وإن اتهامات روسيا مقدمة لعمل عسكري روسي شامل. الكرملين قال إنه يحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين. مجلس الدوما يدعو لتدمير نظام كييف. بلينكن قال إن واشنطن تنظر بالريبة لكل ما يصدر عن الكرملين. الأمم